السلام عليكم ورحمة الله حبايبنا أبطال تانية ثانوي، عاملين إيه؟ يا رب دايما تكونوا بألف صحة وبخير ودمتم دايما موفقين. هنبدأ مع بعض النهاردة إن شاء الله إن إحنا نحل أسئلة الفصل الثالث، أول درس معانا اللي هو بعنوان انكسار الضوء وانعكاس الضوء. أول جزئية معانا النهاردة هي جزئية انعكاس الضوء، ولكن قبل ما نبدأ في أي حاجة ما تنساش إن أنت تصلي على النبي وتسمي الله وتقرأ آية الكرسي والمعوذتين وسورة الإخلاص. وما تنساش لو الفيديو عجبك ان انت تعمل لايك للفيديو بحيث ان ينتشر ويوصل لاكبر عدد من زمايلك وتكون شاركت في الخير. وما تنساش ان الدل على الخير كفاعله، فخليك دايما دال للخير. وحتة مشاركتك للفيديو او عمل لايك للفيديو ده خير، لان هيوصل لاكبر عدد من زمايلك الطلاب وكله هيستفيد باذن الله. الحاجة التانية انك تعمل سبسكرايب للقناة عشان يوصلك كل جديد. يلا كده نسمي الله ونشوف اول سؤال معانا بيقول لك ايه. الجدول المقابل يعبر عن الأطوال الموجية لجزء من الطيف الكهرومغناطيسي في الهواء، فيكون طبعا هو جايب لي هنا في على الرسمة أطوال موجية. طب أنا هعمل إيه؟ أنا عشان أبقى فاهم أنا هعمل إيه لازم بص تبقى حافظ الترتيب الصحيح بتاع الموجات الطيف الكهرومغناطيسي، تبقى حافظ ترتيبهم الصحيح. تمام. يبقى عندك كان أشعة جاما، بعد كده أشعة سينية، بعد كده الأشعة فوق بنفسجية، بعد كده الأشعة بتاعة الضوء المرئي، وبعد كده تحت الحمراء والموجات الميكرومترية والموجات بتاعة الراديو. كان لازم أحفظ السبع موجات بالترتيب. تمام. تمام. كنا عارفين كمان إن إحنا لو اتجهنا اتجاه موجات الراديو كان الطول الموجي اللي هو اللامدا بيزيد، صح كده؟ وكلما اتجهت اتجاه أشعة جاما كان الطول الموجي اللي هو اللامدا ده كان بيحصل له ايه؟ كان بيقل. صح، قلت لي صح. طب انا دلوقتي عايز بقى ان انا ارتب الاطوال الموجيه من حيث الكبير في الطول الموجي للصغار في الطول الموجي. من الكبير في الطول الموجي طبعا لو جينا نشوف وانا رايح تجاه الاشعه بتاعه الراديو، فاول حاجه من هناك من ناحيه اشعه الراديو هي الضوء المرئي. اذا عندك الطول الموجي بتاع الضوء المرئي ده اكبرهم. ماشي. طب بعد كده مين؟ طبعا عندك أشعة جاما دي آخرهم خالص، فدي أقلهم في الطول الموجي. يعني الأشعة السينية دي كانت قبلها اللي هي زد قبل جاما، فدي بالتالي الطول الموجي بتاعها أقل من الطول الموجي بتاع مين؟ بتاع الواي اللي هي الموجات بتاعت ايه؟ جاما. إذا كان الاختيار ب هو الاختيار الايه؟ هو الاختيار الصح. طيب لو جينا نشوف السؤال رقم اتنين بيقول لك هنا ايه. بيقول لك هنا الشكل المقابل يوضح شعاع ضوئي يسقط على سطح عاكس. ماشي. يسقط على سطح عاكس فتكون زاوية الانعكاس. صلي بينا على النبي. انت عشان تفهم زاوية الانعكاس هتجيبها ازاي؟ اول حاجة لازم ان انت تعمل عمود مقام. طب العمود ده بيتعمل ازاي؟ بتيجي تعمله من عند نقطة السقوط بالمنظر ده ويكون عمودي على السطح. تبقى عند نقطة السقوط يكون عمودي على ايه؟ يكون عمودي على السطح. ماشي. هو طبعا مش نافع يتعمل، بس ايه هنحاول ان احنا نعمله يكون عمودي على السطح بالظبط اهو بالمنظر ده. يبقى كده بالنسبه لنا العمود ماله عمودي على السطح. طب صلي بينا على النبي. هو لما العمود بيتعمل عمود على السطح كده عمل لك زاويه هنا مقدارها كام؟ عمل لك هنا اهو في الحته ده كده زاويه مقدارها 90 درجه، صح كده؟ عمل لك في الحته ده زاويه مقدارها كام؟ 90 ايه؟ 90 درجه اللي انا علمت عليها بالاحمر دي. طب 90 من ال 140 كام؟ 90 من ال 140 كده يتبقى عندك كام؟ يتبقى عندك هنا 50. يبقى دلوقتي الشعاع ده سقط هنا بزاويه كام؟ سقط هنا بزاويه 50. صعب ده؟ والله ما صعب ابدا. طب لما الشعاع ده يسقط بزاويه 50 ويجي ينعكس هينعكس بزاويه كام؟ اكيد برضه هينعكس بزاويه 50، لان زي ما احنا عارفين ان زاويه السقوط مالها بتساوي زاوية الانعكاس. يبقى هو سقط بزاوية 50 فهينعكس كمان بزاوية كام؟ بزاوية 50. يبقى الاختيار بقى هو الاختيار الايه؟ هو الاختيار الصح. طب لو جينا نشوف السؤال رقم 3 بيقول لك هنا في شكل مقابل يسقط شعاع ضوئي شعاع من ضوء سرعته v. يبقى كده كانت السرعة كام؟ السرعة كانت v على سطح مرآة وينعكس عنها. ماشي. بيقول لك ركز كده في الحتة دي. بيقول لك فإن سرعته بعد انعكاسه تكون كام؟ صلى بينا على النبي. احنا المفروض عرفنا في حصة الشرح ان الأشعة الضوئية اللي بتنعكس دي بتنعكس في نفس الوسط، صح؟ قلت لي صح.
واحنا عارفين من الفصل التاني بتاع الموجات ان الضوء يعتبر موجة، صح؟ وعرفنا كمان ان الموجة لما بتنتشر في نفس الوسط بتاعها، يعني طول ما هي ماشية في نفس الوسط، السرعة بتاعتها بتكون ايه؟ السرعة بتاعتها بتكون ثابتة. طب هو سقط وانعكس في نفس الوسط، اذا السرعة هتزيد ولا تقل؟ اكيد هتظل ايه؟ اكيد هتظل ثابتة، يعني هتفضل في زي ما هي. طب لو جينا نشوف السؤال رقم كام، السؤال رقم 4 بيقول لك هنا الشكل المقابل يوضح موجة ضوئية تسقط على سطح عاكس، فإن هذه الموجة ايه اللي هيحصل لها؟ بص كده وصلى على النبي. لو جيت تركز على الموجة هتلاقي ان هي سقطة عمودي بالمنظر ده على السطح. واحنا اتفقنا في حصة الشرح ان لما يكون في عندك اي شعاع ضوئي سقط عمودي، شعاع ضوئي سقط ايه؟ عمودي. شعاع سقط عمودي يبقى زاوية السقوط اللي هي الفاي واحد بتساوي زاوية الانعكاس اللي هي الفاي اتنين، وكل ده كان بيساوي كام؟ كان بيساوي صفر. طيب لو قالك زاوية الانحراف، زاوية الانحراف هتساوي كام؟ 180 درجة. طب هو طالب ايه؟ طالب تنعكس بزاوية كام؟ يعني ايه تنعكس بزاوية كام؟ يعني الشعاع ده هينعكس بزاوية كام؟ تمام. طب ما احنا عرفنا ان زاوية السقوط بتساوي الانعكاس بتساوي كام؟ بتساوي زيرو، اذا الاختيار الاولاني صح. طب تنحرف بزاوية كام عن مسارها؟ طب ما هو الشعاع لو سقط عمودي وانحرف عن مساره فهينحرف بزاوية كام؟ 180، اذا الاختيار الاخير هو الاختيار الايه؟ هو الاختيار الصح. طيب لو جينا ان احنا نشوف السؤال ده، بيقول لك ان سقط شعاع ضوئي على مرآة، فعلى مرآة ايه كما بالشكل المقابل فإن الشعاع ينعكس ازاي؟ طبعا بيقول لك عن المرآة سي، عن المرآة سي، عن المرآة سي، عن موازيا للمرآة سي. فانا بالنسبة لي هنا علشان اقدر احدد لازم ان انا اتتبع مسار ايه؟ لازم اتتبع مسار الشعاع. فهنا هنيجي نروح على صفحة فاضية بحيث ان ايه نعرف نشتغل كويس. بص كده اهو، انا عندي المراية اهي، تمام. وكان عندي هنا مراية طبعا اللي هي قيمتها ايه؟ اللي هي اسمها سي، صح كده؟ صح. ودي طبعا المراية بي، ودي طبعا المراية ايه. وعندنا الشعاع ضوئي سقط على المرآة ايه بالمنظر ده، صح. وكان جايب لي الزاوية اللي جوه ده بكام؟ ب30 درجة. طب يلا انا عشان اقدر اتكلم لازم اتتبع مسار الشعاع. طب انا بتتبع مسار الشعاع ازاي يا مستر؟ اول حاجة اعمل عمود مقام، والعمود ده بيكون عمود على السطح زي ما انا عملت كده. طب لما بقى عمود على السطح يعني عامل عندك زاوية هنا مقدارها كام؟ مقدارها 90 درجة، اللي هي الحتة ده كده، صح كده؟ يبقى كده عمل زاوية مقدارها كام؟ 90 درجة. اعطيني منها 30، يبقى لسه هنا كام؟ يبقى لسه هنا منها 60 درجة، صح. طب الشعاع لما يسقط ب60 هينعكس بكام؟ برضه هينعكس ب60 درجة، اذا دي برضو زاوية الايه؟ زاوية الانعكاس 60 درجة. طب بص، مش ده كلها ب90؟ الحتة اللي جوه ده كلها ب90 اللي هي الناحية دي، صح. طب اداني منها 30، يبقى لسه جوه كام؟ يبقى لسه جوه منها 30، صح كده؟ طيب يبقى 30 والحتة ده عمودية، الزاوية دي عمودية. طب 30 و90 كام؟ 120. إذا يتبقى كام من ال180 عشان أجمع مجموع زوايا المثلث الداخلية؟ اتبقى من ال180 60، يبقى الحتة ده بكام؟ ب60. طيب مادام ان الزاوية اللي سقط، الزاوية بتاعت الشعاع اللي سقطت على العمود اللي سقطت على المرآة ما كانتش 90، اذا انت اعمل عمود وكمل. ادي العمود بتاعي اهو، العمود المقام، كمل. طب دي كلها قلنا 90، اعطيني منها جوه 60، يبقى لسه بره كام؟ 30. طب لما يسقط ب30 هينعكس ب30 بالمنظر ده، صح كده؟ قلت لي صح. فكده بالنسبة لنا الشعاع ده خرج من المرآة بي، ايه علاقته بسي؟ طبعا كان موازي لمين؟ كان موازي للمرآة سي. فهنروح بقى ندور على الاختيار ده في الأسئلة، ان هو لازم يكون موازي للمرآة سي. طبعا ده الاختيار الاخير هو كان الاختيار الايه؟ هو كان الاختيار الصح. طب لو جينا نشوف السؤال رقم 6 بيقول لك الشكل المقابل يمثل ثلاث مرايا مستوية تكون ثلاثة أضلاع لمربع. في أي من الاختيارات التالية يوضح المسار الصحيح لمين؟ للشعاع الضوئي الساقط حتى ينعكس عن المرآة التالتة، يعني حتى يخرج من المرآة التالتة. فهنروح برضو على صفحة فاضية عشان اكبر لك الرسمة وتفهمها كويس، ماشي. طيب تعالى كده ركز معايا، ادي الرسمة اهي، اهي. لا لحظة كده، ماشي حلوة من هنا، هنعملها من جديد. ادي الرسمة بتاعتك اهي.
دايما الرسمة لما تكون على شكل اكبر بتفهمها اكتر. تمام. عندك هنا الشعاع سقط على المرآة الاولى، تمام، سقط على المرآة ايه، ودي طبعا المرآة بي، ودي المرآة ايه سي. الشعاع سقط على ايه كان عامل زاوية اهو 45 درجة. طيب صلي بينا على النبي. احنا اتفقنا على ايه؟ اتفقنا ان لما الشعاع يسقط على اي مراية اول حاجة افكر فيها ان انا اعمل عمود مقام. فهاجي عند نقطة السقوط واعمل عمود مقام، واتفقنا ان العمود بيكون عمود يعني بيكون عامل زاوية 90 درجة في الطرفين. صح؟ اعطيك منها هنا 45، يبقى لسه كام؟ يبقى لسه 45. يعني الشعاع ده سقط بزاوية 45، واحنا عارفين ان زاوية السقوط بتساوي زاوية الانعكاس، اذا كمان هينعكس بزاوية كام؟ بزاوية 45. يبقى الحتة اللي جوه ده بكام؟ برضو ب45، وده هي أصلا بكام؟ ب90. طب 40 و90 كام؟ 135. إذا يتبقى كام من 180 علشان أجمع مجموع زوايا المثلث الداخلية؟ 45. ودي كلها ب90، يبقى اللي بره دي بكام؟ ب45. صح كده؟ صح. يعني الشعاع سقط على المرآة بي بزاوية 45، فينعكس من على بي لسي برضه بزاوية كام؟ 45. وده هي كلها ب90، يبقى اللي جوه ده هي ب45، وده هي أصلا عمودية يعني بكام؟ ب90. طب 90 و45 135، يبقى اتبقى هنا 45 عشان يبقى مجموعهم 180، واعمل عمود مقام. يبقى الجزء اللي بره 45، يبقى سقط على المرآة سي ب45، فيخرج من على سي برضه بخمسة وكام؟ 45. سؤال جميل جدا ولكن سهل، وما اظنش ان سؤال زي ده يقف عليك انت يا بطل. تعال كده يلا نشوف السؤال بيقول لنا ايه. اهو راح فين؟ راح فين؟ اهو. يبقى طبعا يبقى كده طبعا السؤال رقم 6، طبعا كل الزوايا كانت 45، حتى زاوية الخروج كانت 45، يبقى الاختيار ده اللي هو الاختيار الايه؟ هو الاختيار الصح. طب لو جينا نشوف السؤال رقم 7، بيقول لك هنا في الشكل المقابل تكون زاوية انعكاس الشعاع الضوئي عن المرآة بي هتكون بكام؟ طب ايه رأيكم برضو ان احنا نروح نكبر الرسمة بحيث ان احنا نفهمها اكتر؟ يلا تعالوا نروح نكبر الرسمة بتاعتنا في صفحة بيضة خالص بحيث ان احنا نفهمها اكتر. اهو. هي كانت عاملة ازاي؟ انا نسيت. تعال نبص عليها كده. ماشي، مايلة بزاوية 110. تمام. مايلة بزاوية كام؟ 110 اهو. ارجع كده يا حاج. مايلة بزاوية هنا مقدارها 110 كده، يبقى الحتة ده كلها على بعضها كده ب110. ماشي. بيقولك ان في شعاع هنا سقط على المرآة ايه، وهنا دي المرآة بي. كان الشعاع ساقط على المرآة بي بزاوية كام؟ كان ساقط بزاوية كام؟ هو ايه حوار النسيان ده؟ كان ساقط هنا عامل زاوية جوه 40. تمام. يبقى يلا بقى نحط الأرقام بتاعتنا ونبدأ شغل يا أبطال تانية ثانوي. يلا يبقى الحتة دي ب40، ويلا نبدأ الشغل. أنا أول حاجة زي ما اتفقنا وتعودنا إن أنا لازم أعمل إيه؟ أعمل عمود مقام. عمود المقام بيتعمل فين يا صديقي؟ بيتعمل عند نقطة السقوط، وبيكون عمودي أو بيكون عمود على سطح العاكس زي ما أنا عامل كده. تمام. طيب يبقى ده عمود مقام. دي كلها اتفقنا ان هي ب90، اعطيك منها بره 40، يبقى لسه كام؟ 50. يبقى كده الشعاع بتاعك سقط بزاوية 50، فينعكس بزاوية 50. يبقى اللي جوه ده كام؟ 40. طب عد كده، 40 و110 تاني كده، 40 و110 يديك كام؟ 40 و110 150. إذا لسه كام من 180؟ لسه من 180 30. صح كده؟ طب يلا اعمل بقى عمود مقام جديد. يلا ادي العمود المقام الجديد اهو. اللي جوه دي ب30، يبقى اللي بره دي ب60 عشان يبقى مجموعهم 90. يبقى شعاع سقط على بي ب60، واحنا عارفين ان زاوية السقوط بتساوي الانعكاس، اذا هينعكس من على بي بزاوية كام؟ بزاوية 60. اذا كانت زاوية الانعكاس بكام يا حاج؟ زاوية الانعكاس كانت ب60 درجة. يلا اهو. يبقى زاوية الانعكاس كده بكام؟ ب60 درجة، اللي هو الاختيار جيم اختيار صح وموفق بإذن الله. تمام. طيب تعالى كده نشوف يلا السؤال
رقم 8 بيقول لك ايه؟ بيقول لك هنا اذا أديرت المرآة حول النقطة اكس في الاتجاه الموضح بالشكل بزاوية 10، فإن الزاوية بين الشعاعين الساقط والمنعكس هتكون بكام؟ طبعا هو الموضوع سهل جدا، ولكن انت لازم تكون فاهم السؤال كويس. طبعا هي مشروحة كويس في حصة الشرح، ولكن تعال برضو ان احنا ايه، ان احنا نوضحها اكتر. صلى بينا على النبي عليه الصلاة والسلام. طب ادي دلوقتي عندك مراية اهي، تمام، وادي الشعاع الضوئي سقط، ماشي، وانعكس بالمنظر ده، ماشي، وادي العمود الايه، المقام. هو تقريبا كان جايب ده اهي ب30 درجة، اذا دي هتكون ب60 درجة، ودي هتكون برضو ب60 ايه درجة. ده الشعاع الساقط، وده الشعاع الايه المنعكس. طب صلي بينا على النبي. هو بيقول لك ايه؟ بيقول لك دلوقتي لما المراية دي تدور لفوق كده، يعني مع عقارب الساعة بزاوية مقدارها 10، تمام. طب تخيل كده وضعها الجديد هيكون عامل ازاي. وضعها الجديد اهو، ده وضعها الجديد. واحنا اتفقنا في حصة الشرح ان العمود لازق فين؟ العمود لازق في المراية، فالعمود هو كمان هيدور بزاوية مقدارها 10، تمام. طب ركز كده، انا اكلت من هنا 10، اكلت من هنا 10، العشرة اللي اكلتها من هنا زادت هنا، صح؟ زادت هنا. طب زاوية السقوط كانت 60، بقت 70 لان هي زادت 10. طب ما زاوية الانعكاس كمان هتزيد 10، لان السقوط بيساوي الايه، الانعكاس. طب هي كانت في الاول كلها بكام قبل الدوران؟ 120، صح؟ السقوط زادت 10، يبقى لازم الانعكاس تزيد 10، فيبقى الاتنين مع بعض زادوا 20، صح؟ تبقى الزاوية بين الشعاع الساقط والشعاع المنعكس الجديدة كام بعد الدوران؟ هي كانت 120 وزادت 20، يبقى أصبحت كام؟ 140. يبقى ده الاختيار بتاعك اللي هو 140. فين اهوت السؤال رقم 8 الإجابة ألف صحيح. لو جينا نشوف السؤال رقم 9، برضه سؤال جميل جدا جدا جدا، والسؤال ده اصلا انا حلله لك في حصة الشرح. يعني انت لو رجعت لحصة الشرح هتلاقي السؤال ده محلول لك بالتفصيل، ولكن بما ان احنا هنا فتعالوا ان احنا اننا احله لكم تاني بالتفصيل برضه عشان ما يبقاش نفسك في اي حاجة. يلا كده نرجع للسبورة البيضة بتاعتنا ونسمي الله ونشوف الدنيا ماشية ازاي. بص كده انا هرسمها لك على كبير علشان ان انت تبقى متخيلها اكتر اهو. كل ما الرسمه كبرت معاك كل ما انت هتحس بفرق في الفهم، عشان الشكل هيكون حلو. ادي المرايه ايه، وادي المرايه بي. جايب لي الحته ده ايه ب 30 درجه، تمام. وبيقول لك ان في عندنا شعاع سقط على المرآة ايه كان موازي للمرآة بي. طيب تتبع مسار الشعاع، بعد كده هنشوف المطالب، ماشي. طيب انا اول حاجه عشان اتبع مسار الشعاع اتفقنا ان احنا لازم نعمل عمود مقام، والعمود بيتعمل عمودي على السطح العاكس بالمنظر ده. طيب عشان ابدا تتبع لازم يكون في عندي زاويه السقوط اللي هي الزاويه ده. طب هي عندي مش عندي؟ طب هجيبها منين؟ من هنا، من هنا. ما هو قال لي ان الشعاع الساقط تمام كان موازي للمرآة بي، اذا الزاويه 30 هتساوي الزاويه ده بالتناظر، يعني الحته ده هي كمان بكام؟ ب30. وانا خلاص انا فهمت ان دي كلها ب90، اعطيني بره منها 30، يبقى لسه كام بالظبط كده عليك؟ 60. يبقى الشعاع سقط بكام؟ يبقى الشعاع سقط ب60، فينعكس. ينعكس بكام يا حاج؟ يبقى ينعكس ب60، ودي كلها بكام؟ ب90، يبقى اللي جوه دي بكام؟ ب30. برافو. طب يعد كده يلا، 30 و30 60، يبقى اتبقى كام من مجموع زوايا المثلث الداخلية؟ 120، عشان يبقى مجموعهم على بعضه يديني 180، صح. طب يلا تعالى هنا اعمل عمود مقام جديد. العمود ده اتعمل عمودي فاخد هنا زاوية 90، اذا يتبقى كام من 120؟ 30. برافو. يبقى كده الشعاع سقط على المرآة بيه بزاوية كام؟ بزاوية 30. واحنا اتفقنا اتفاق اللي هو ايه؟ ان زاوية السقوط لازم تساوي زاوية الايه؟ الانعكاس. يعني الشعاع هينعكس برضه من على بي بزاوية 30، انعكس من على بي بزاوية 30، ودي كانت كلها 90. ما تنساش اخدت منها 30، يبقى لسه جوه كام؟
60. طب عد يلا. 60 زائد 30 يديني 90. يبقى لسه 90 عشان يبقى مجموعهم على بعضهم يديني 180. اذا الشعاع دلوقتي سقط على ايه للمرة التانية عموديا، واحنا اتفقنا ان الشعاع اللي بيسقط عمودي على سطح عاكس بيرتد على ايه؟ يرتد على نفسه، وزاوية سقوطه بتساوي زاوية انعكاسه، ده كله بيساوي كام؟ بيساوي صفر. تمام. طب يلا كده نرجع نشوف المطالب بتاعتنا ايه. بيقول لك هنا ايه؟ يلا. ينعكس الشعاع عن المرآة E ويسقط على المرآة B، تكون زاوية السقوط. طبعا احنا خلاص سقط على B بزاوية 30. تمام. المطلوب التاني يسقط الشعاع. يسقط الشعاع المنعكس عن المرآة B مرة أخرى على A، تكون زاوية السقوط كام؟ طبعا بيقول لك إن هو رجع لإيه مرة أخرى، طلع من B راح لإيه مرة أخرى. طب هو لما راح لإيه مرة أخرى راح عمودي، ولما يروح عمودي زاوية السقوط بتساوي الانعكاس، ده كله بيساوي كام؟ ده كله يا صديقي بيساوي معاك زيرو. طب يلا لو جينا نشوف السؤال رقم 10 بيقول لك ايه. 10 بيقول لك هنا الشكل المقابل يوضح بمقياس رسم معين سقوط شعاع ليزر على مصدر اكس، من مصدر اكس نحو المرآة واحد. ماشي. فإن الشعاع بعد انعكاسه عن المرآة 2 يمر بالنقطة كام؟ بص صلي بينا على النبي وتعال ان احنا يعني ايه نوضحها اكتر اكتر، بس نكبر لك الايه، نكبر لك الرسمة بحيث انت تبقى شايف الدنيا كويس. بص امشي معايا كده واحدة بواحدة. انت هتمشي مع الشعاع اهو. ماشي. طب يلا امشي مع الشعاع. امشي مع الشعاع. يلا. بعد ما ينعكس هيجي هنا، بعد كده يجي هنا، بعد كده يجي هنا. تمام. يلا كمل مع الشعاع اهو. كمل مع الشعاع. كمل مع الشعاع. اذا الشعاع ده لما انعكس من على المرآة 2 راح لمين؟ طبعا انا سامعك وانت بتقولها، راح للنقطة سي بالظبط كده. طيب يلا نشوف السؤال اللي بعده. ما عادش في بعده خلاص. اللي بعده ده بتاع تبع انكسار الضوء، وانكسار الضوء ده هنعملها لك في فيديو خاص بيها، بحيث ان موضوعها طويل معانا شوية. بس قبل اي حاجة عايزك ان انت تذاكرها كويس، وهتلاقي الفيديو بتاعها نازل لك قريب باذن الله. وبكده نكون خلصنا الحصة بتاعت النهاردة، تقريبا هي 22 دقيقة، هيفا كويس جدا بحيث ما يبقاش طويل عليك. واشوف وشكم على خير بإذن الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.